بيقول لك انا شبح وبطل، وانا ذكر وكنت بنيم وبمسك الاوضه وبعمل، وهو كان بينام على وش جوه بيتكسر نفسه. اصل انت داخل على ضابط شرطه، انت مش داخل على استاذ في جامعه، ده ضابط شرطه دارس علم نفس ومتدرب وعارف هو بيعمل ايه، وبيتعامل مع كل الناس بفئاتها. يعني هو يبص للمجرم عارف هو بيتعامل مع مين، ويبص للمحترم عارف هو بيتعامل مع مين. فانت لو محترم ودخلت الاسم تعمل اللي انت عايزه وتتكلم مع اي حد، مع المأمور ومع المعاون ومع عملاء الشرطه ومع الضباط، مع كل الناس، وهيحترموك وهيشيلوك فوق راسهم. انما انت لو مجرم هيتكسر نفسك وهيتداس عليك بالجزمه وهتتهان، واهلك هيتهانوا وهتتبهدل، وهتخش تقعد مع ازبل ناس ممكن تتخيلهم في الدنيا. دي لا رجوله ولا دي جدعنه ولا انت كده شاطر. انت كده هتتكسر نفسك وكرامتك هتتهان، وهتنام على وشك وهتتضرب وهتتبهدل وهتسمع كلام، وهتقعد مع فئه في المجتمع عندها لغه هي الارض في الدنيا كلها. الناس دي مش كويسه، الناس دي مش محترمه. انت كده مش راجل، انت كده مش بطل يا ابني. ما تسمعش من حد يا ابني، افهم، انا خايف عليك وبقول لك وبنصحك. خليك جدع وتعلم، اتعلم، فيد نفسك وفيد اسرتك. امك لو دخلت الاسم وانت عامل مصيبه ولا عامل مشكله هتتهان، ولا هي هتتضرب ولا هي هتتشتم، بس الضابط هيقف يقول لها كلمتين هيخليها تندم ان هي في يوم من الايام خلفتك. هيقول لها انت لا عرفت تربي ولا عرفت تعملي ولا عرفتي ولا عرفتي ولا عرفتي، وانت كنت فين وابنك بيعمل وابنك بيعمل. وهيسمع امك اللي ما حدش في الدنيا ممكن يسمعه لها لو انت ما عملتش حاجه. لو انت انسان محترم ومتعلم، الناس كلها هتشيل والدتك ويقول لها ذمه ربيتي، يا ذمه جبتي، ابنك نافع، ابنك كويس، ابنك محترم. انما انت يا ابني لما تخش الاسم وامك تقف في طابور الزياره هتتهان وهتسمع كلام وحش وهتتبهدل وهتشوف اشكال وحشه، وانت ذات نفسك هتداس عليك. دي مش رجوله، دي مش رجوله. الراجل يا ابني في زماننا ده اللي بيعرف يجيب اللقمه، اللي بيعرف يجيب الجنيه، اللي يعرف يجيب المام. تجيبه زي ما تجيبه، بس تجيبه بطريقه حلال. اشتغل اي شغلانه، محدش بيقول لك انت بتعمل ايه عشان تلم كنز، محدش هيحدد انت بتعمل ايه، بس يا ابني كل حلال. انسى المخدرات وانسى المشاكل وانسى العراك وانسى كل الكلام ده. مش كل واحد يطلع يبرق لك في الفيديوهات تفكر ان هو شبح وبطل. ده اتكسرت نفسه واتداس عليه، اتكسرت نفسه واتداس عليه واتعامل معاه اللي محدش ممكن يتخيله. وهو مش هيطلع يقول لك الكلام ده، هو هيقول لك انا شبح وبطل وانا بابا وبتغابى، وهيبرق لك عشان انت تعمل زيه وفكر ان هو بطل. هو مش بطل، هو بطل من ورق. هو بطل في مجتمعه، بطل في المجتمع الزباله اللي كان فيه. انما انت خليك بطل في مجتمعنا احنا، في مجتمع الناس الاشراف، الناس المحترمه، الناس الكويسه، الناس الناجحه. هو لا حفظ قران ولا خد شهاده جامعيه ولا عمل اي حاجه تفيده ولا تفيد اسرته ولا تفيد بلده ولا تفيد اي حد ولا تفيد نفسه اصلا. هو انسان او شخص غير سوي، غير متزن نفسيا، انسان ما يعرفش اي حاجه غير البلطجه والعراك. انا ممكن اخد حقي من اي حد في الدنيا بالاحترام والادب، بالاحترام والادب. الادب يا ابني فضله عن العلم. يا ابني سيدنا النبي محمد، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، كان بيتعامل معاه اللي ما اتعاملش مع حد، وكان بيدعي للناس وبيعاملهم باحترام وبيعاملهم بادب. الراجل اللي كان بيحط لي كوس الزباله قدام البيت كل يوم، في اليوم اللي ما جاش فيه سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام راح له لحد البيت يطمن عليه. كن مثال لسيدنا النبي محمد، ما تكونش مثال لاحمد الشاب. انا ما بخافش من حد، ولا لسه امه خلفته اللي ممكن يكسر عيني ولا يكسر نفسي. انا انسان محترم وانت انسان محترم. اتعلم يا ابني، اتعلم وفيد نفسك عشان الزمن ما يجريش بيك وتلاقي نفسك انت لبست اسود في الاخر، وامك اتكسرت نفسها وابوك واخواتك. لو عندك اخت بنت حافظ عليها، ما تخشش وتتبهدل. اختك عايزه تتجوز في يوم من الايام، اختك ممكن تخلف في يوم من الايام، وممكن يبنيها يبقى حاجه كويسه، وبسببك انت تضر وتضر مستقبله. انا مش خسران ولا كسبان حاجه من الكلام اللي انا بقوله لك ده، انت المستفيد الاول والاخير من كل الكلام اللي انا بقوله ده. حافظ على نفسك، حافظ على بيتك، حافظ على امك، حافظ على اختك، حافظ على ابوك، حافظ على اولادك. خلي الناس تقول ان انت انسان صالح وانت انسان محترم. اوعى تفكر ان الناس دي رجاله، الناس دي ارض فئه في المجتمع، اللي مضروب هنا واللي معمول هنا واللي مسوي هنا. خليك نضيف، خلي وشك كويس. ممكن تتعرض لحوادث، انا اهو انا متعرض، اهو انا متعور في وشي، في وشي، ولا يهمني. ليه؟ لان انا راجل صنايعي ازاز، باكل لقمتي بعرق جبيني. ودي انا لبست فلوح ازاز في وشي، عملت عمليه هنا وعملت عمليه هنا، ولا يهمني ولا يهزني. ليه؟ لان انا باكل لقمتي بالحلال. كل يا ابني بالحلال واشتغل وتعلم وانفع نفسك وانفع بلدك وانفع اسرتك، وما تشغلش بالك بالناس دي. الناس دي مهما عملت هيفضلوا ارض فئه في المجتمع، ولا امر واحد فيهم هيبقى كويس. ليه؟ لان هو اتولد في بيئه كده وهو حب يكمل فيها، ما حبش يطلع. اطلع يا ابني من البيئه الوحشه وخش البيئه النظيفه. اسمع اللي بقول لك عليه، هتكسب.
تاريخك الرياضي كله كوم، وماتش النهارده مع الاردن كوم تاني خالص. مفيش حد يقول لك انت كمواطن مصري الطعميه فين، عشان اخواتنا الاردنيين على راسنا وعلى عيننا والله العظيم، ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا. بس لو هتهزر وتهق عليا وتتريق عليا وتقول لي الطعميه فين، هفرجك الطعميه فين. انا النهارده بالليل عايز اطلع اعمل فيديو للتاريخ، عايز اطلع اهزر واضحك وافرج عليهم امة لا اله الا الله. انزل يا لعيب يا بتاع منتخب مصر يا اللي وراك 120 مليون، انزل النهارده تحارب في الملعب. ازاي؟ انا معرفش. انزل فرج منتخب الاردن الطعميه بتعمل ايه، زيهم زي غيرهم. اللي كان بيقول لنا يا طعميه انتوا عارفين كان بيتعمل في ايه. لا هقول لك ولا اهلي ولا زمالك، ولا اقول لك الزمالك عمل ولا الاهلي عمل. تاريخنا معروف في الدنيا كلها، الدنيا كلها تعرف يعني ايه مصر وتعرف يعني ايه اهلي وزمالك. واللي بيستفزنا ما بيعديش من تحت ايدينا. ليه؟ لان احنا عالم تاخد عيننا بالكلمه الحلوه، انما هتستفزني هنسفك. انزل النهارده راجل، انزل النهارده راجل، عايزك راجل، عايزك تنزل الملعب 11 راجل في الملعب. الماتش ده يخلص من الشوط الاول. انا عايز اطلع اعمل فيديو النهارده للتاريخ، الفيديو ده ينتشر ويوصل للاعيبه منتخب مصر. انزلوا النهارده رجاله، ورا منكم 120 مليون. انسى اي كلمه انا قلتها او اي مشجع في الدنيا قالها ومقدم محتوى قالها. انسى كل ماتشاتك اللي فاتت، انسى اسم البطوله اللي انت فيها. انزل النهارده اكسب الاردن ومش عايز منك حاجه تاني. انا مش طالب منك حاجه تاني، بس ما حدش يقول لنا الطعميه. جمهور الاردن فرحان وماسك علم الاردن وملمومين اكتر من 5-6000 واحد وعمالين يتنططوا يقول لك الطعميه فين. ده غير الناس اللي على السوشيال ميديا والاعلام والهق والمق علينا. انزل النهارده فرجهم يعني ايه طعميه. انزل حطهم في الطاسه، انزل خرط عليهم جرجيري النهارده. عايزك النهارده تروق عليهم، تشكل لهم شمال ويمين وفوق وتحت. عايزك تنزل تعرفهم يعني ايه كوره. احنا بالاستفزاز هنفرجك يعني ايه كوره، بالكلمه الحلوه هديك عيني وقلبي وكل اللي انت عايزه، هديك نفسي بالكلمه الحلوه. انما هتتريق عليا وهتستفزني، اسال مجرب يا كبير. احنا ما حدش بيجي معانا سكه في الاستفزاز. فضيحة كروية وبيراميدز يحكم. النهارده اللي حصل ده أقل ما يقال عنه إنه فضيحة. اتغلب 3-0 3-0 من منتخب الأردن. على فكرة دي الهزيمة الأولى لمنتخب مصر قدام منتخب الأردن في كأس العرب ده مبدئيا، يعني على مر السنين اللي فاتت. وقبلها تعادلين بطعم الخسارة، يخش في الجون وبرد فعل كده بدعوات الجماهير تجيب جون التعادل وكل سنه وانت طيب. وكل مره نقول الماتش الجاي، كل مره نقول الماتش الجاي. يا عم حلمي يا طولان انت بتعمل ايه؟ لمم لنا حبه لعيبه كسر فرز رابع راح تلعب بيهم تشرف مصر. انت بتلعب باسم مصر مش بتلعب باسم نفسك. ولا تقول حلمي طولان اللي اتغلب، قالوا منتخب مصر اللي اتغلبت. فضيحه.